السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة من أحب الوصفات على قلبي، مقارونة بالصوص حارة تعمل 66 كيف على طريقتي. نبداو على بركة الله. أول حاجة هي نجيبو العمارات تاعنا، نحطو فيها كمية ملاحة من الزيت، نقليو فيها 2 قرون فلفل كي يتقلاو ونحيوهم هاكوتي، ونحطو الدجاج تاعنا يتقلى حسب أفراد العائلة. كي يحمر نزيدو 4 مغارف كبار طماطم ونص مغرفة كبيرة هريسة، والملح 2 مغارف صغار، والتوابل فلفل الكحل، بابريكا حار وحلو، شوية تابل وكروية، وشوية كركم، وشوية راس الحانوت، ومغرف صغيرة هريسة عربي. نرجعوهم فوق النار يتقلاو ساعة نزيدولهم كمية ماء سخون باش ما يتحرقوش لي زيبيس وباش تتنحى القروصية تاع الطماطم. نحطو ورقة تاع رند و3 سنات كبار توم ونرجعوها تتقلى. بعد ما تقلات مليح نمرقوها بالماء سخون جست يتغطى الدجاج ونخليوها تغلي. من بعد نقصوا عليها ونخليوها تطيب في غردها. شكون مازال يعملها لاصيصه دي تاع الخبز قولولي في لي كومونتير. نغليو المقارونه تاعنا ونصفيوها ونصبوا عليها لاصوص وهي سخونه باش تشرب، وعلى قد ما تقلشاها باللاصوص على قد ما تجي بنينه. نقعد نصبوا في اللاصوص ونحركوا، نصبوا في اللاصوص ونحركوا حتى تتغطى كامل باللاصوص، ونخليكم تسمعوا اجمل صوت في العالم. ونصبوها في صحن التقديم، ونزيدو لها لاصوص من الفوق، ونحطو ورقة رند والطرف تاعنا دجاج والقرن فلفل الحار، وهكا تكون المقارونة تاعنا واجدة. نقدموها وبصحتكم. وهذه كانت الوصفة تاع اليوم، جربوها وخلولي رايكم في لي كومنتير. اذا عجبتكم ديروا لي جيم واشتركوا في القناة. سلام.